اهلا البنات، واش راكم؟ نتمنى الله فيديو تاع نهار اليوم تلقاكم كامل بخير في نعمه والحمد لله يا ربي. كيما راكم تشوفوا معايا بزوج كيسان ما وزوج كيسان فارينه. تحضري واحد التحليه بزاف شابه لقهوه الصباح ولا العشيه، ليسونسيال تجي بزاف شابه معسله للقلب. جربوها على ضمانتي وضامن ربي راح تعجبكم بزاف. تبعوا معايا الخطوات باش تعرفوني كيفاش حضرت هذه الحلوه لنهار اليوم اللي اقتصاديه وبزاف بنينه وتوجد ليه. عندي في مقله ولا كاسرونه ليسونسيال حاجه اللي تساعدك. حطيت زوج كيسان تاع الماء، العبار اللي تبغي تعبري به عبري به، بغيتي كميه قليله ولا كبيره. نحطها على النار حتى يغلي لي هذاك الماء، حتى يوصل درجه الغليان، عفوا درجة الغليان، ونقص النار تكون على نار تكون مهيلة، وندير له شوية تاع الملح واتنين ملاعق صغار من السكر. ونفس الكاس اللي عبرت فيه به عفوا في الاول نضيف به 2 كاس فرينة على هذاك السكر والملح والماء اللي قلت حتى يوصل درجة الغليان. ونبدا نحرك بالخف، هنايا نحرك بالخف لهاد المرحلة باسكو الفرينة تبدا تطيب وتبدا تتكتل لي. يعني هنا نحاول نبدا نعجن بهذيك الملعقة نتاع اللوح. من الأحسن تكون ملعقة نتاع اللوح بس عفوا باش تساعدك في الخدمة وتعجن لك بالخف، ماشي كيما ملعقة نتاع السيليكون باسكو حتى تتلوالك وكل شيء. نعجن بها. من الاحسن نستعملوا كاسرول ولا مقله، يعني ما تلصقش كامل. انا المقله تاعي ما ساعدتنيش. وهنايا في الوصفه نديروا 3 ملاعق من الزيت، يعني في المرحله اللي ضفنا فيها السكر والملح. انا نضيفها توجور، نضيفها من بعد خطره نسيت ما ضفتهاش وضفتها حتى للتالي. عجبتني يعني الكيفيه وعجبتني، جاتني خفيف الحلوه تاعي، جاتني خفيفه على اللي مداري. وليت نضيف الزيت حتى اللي من بعد. كيما شفتوا معايا نكمل نعجن ونقلعها من المقله كي تلمد لي وتشوفوها تكتلت بهذه الطريقه صاي ولات كتله واحده. نكحلها من على النار. وكما قلت انا ما ضفتش الزيت، نضيفها حتى من بعد. في البلون دو طرافاي تاعي نحط قيس 3 ملاعق من الزيت صح. من بعد نحط عليهم هذاك العجين تاعي ونبدا ندخل هذيك الزيت غير بشويه. ملاحظه هنا العجينه راح تكون سخونه حاميه بزاف، ما تقدريش تخدمي بيدك. يعني راني نعاون في روحي بهذيك الملعقه نتاع الحطب ونعجنوها جون، رانا ندلكوها عادي وندخلوا فيها هذيك الزيت. كما قلت ذكرت من قبل مدارين ندير الزيت مع الماء والملح والسكر، ولكن مره نسيتها ودخلتها حتى للتالي. جاتني الحلوه تاعي خير، جاتني الحلوه تاعي خير، جاتني خفيفه وتأسلت لي للقلب. يعني رماركيت انه الزيت حتى ضفتها للتالي باش الحلوه تاعي بدات تجيني شابه. وهنا الاختيار يبقى ليكم تضيفوها مع الماء ولا تضيفوها حتى الاخير كما درت انا. شوفوا معايا العجينه تاعي كيفاش ولات ليت. يعني هذه المرحله ضروريه حتى اذا ما درناش الزيت حتى للتالي. يعني نعجنوا شويه هذيك العجينه مده عفوا دقيقه ولا دقيقتين حتى تولي لي ليس ويمشوا لها كامل هذوك الحبيبات. بالمناسبه هنايا راهي مازال سخونه، مازال راهي حاميه، يعني راني غير نسعف فيها بيديا كما شفتوا معايا. انا راني نوريكم في القهوه نتاعها كيفاش ولا تجي طريه وتساعدكم في الخدمه ومازال دافيه. يعني في هذه الاثناء ما نخليهاش كامل تبرد ونحطها في لابوش نتاعي. حطيتها في لابوش ادوي، شوفوا معايا لادوي اللي استعملتها هذيك المسننه، يعني تاع الكريم شانتي ولا ليسونسيال تكون مسننه. تبغي تخدمي بلابوش اللي تكون قاصحه كما وريتكم، اللي تكون قاصحه ما تتقطعش باسكو العجينه تبغي ضغط كبير باش تخرج لي مع لادوي. يعني اللي تكون لابوش تاعكم قاصحه يعني ومتينه. اذا ما كانش عندك لابوش تقدري تخدمي غير بمحقن عادي نتاع كاطو لومبوط ولا بلادوي هادي عادي تخدمي لك عادي، يعني تدخلي كميه من العجين ويخرج لك عادي. غير واش لابوش تساعدك خير وخير. نخرج كميه. شوفوا معايا لادوي نتاعي راه شويه سنيناتها راهم محلولين على باش ما خرجتش الشكل كما نبغي. هذا علاش راني نلوي العجينه عاد باش نبلعها وندير هذا الشكل كما راكم تشوفوا معايا. وعندي ملاحظة، إذا ما خدمتيش يعني بلا بوش، خدمتي غير بالعضوي ولا بالمحقن، من الأحسن كمية نتاع العجين تعطيها بصاشي ولا بالصلوف ليسونسيال، ما تخليهاش عريانة باش ما تبرد وما تنشفلكش العجينة. شكلت هاد الشكل معكم، زيد معكم الشكل العادي، يعني نخليهم غير هكا جونغ دي سيجار عادي، نخليهم هكا طوال غير واش نلويهم باش تجي فيهم شكل شباب، وبعد كي تقلاو ويجوا بزاف شابين لا فورم تبقى فيهم. ومن الاحسن يعني اللاضوي نتاعك تكون شويه رقيقه باش الحلوه نتاعك تجيك بزاف شابه، ما يقدرش تكون خشينه بزاف. هذه الكميه اللي درتها لي، الكميه نتاع يعني الحجم نتاع الكاس نتاعي. ما تنساوش تحكموا الاغلاق كما شفتوا معايا باش ما يتفتح لكمش من بعد. الحلوه نتاعي كانت نشفت، الا لقيتيها مازال ما نشفتش
خلّيها مدة 5 دقائق ولا قِس ما تنشف ولا دخّليها للثلاجة تنشف لك شوية قِس 3 دقائق هذا ما كان، ومن بعد نحط الزيت على نار تكون متوسطة ماشي قليلة وماشي زايدة بزاف، النار تكون متوسطة ونخلّيها تسخن ما نخلّيهاش تسخن لي بزاف. عفوًا ما نخلّيهاش تسخن لي بزاف، نتستيها بشوية عجين كيما شفتوا معايا، ومن بعد نبدا نحط في الحلوى نتاعي في العجين نتاعي ونبدا نقلي فيه. إذا شفتي فيه يتحمر لك مباشرةً اعرفي باللي الزيت تاعك راهي حامية بزاف، راهي سخونة بزاف، ما نخلوهاش تسخن بزاف كيما قُلت، ونبدا نقلّب فيها يعني راح تبقى مدة 3 دقائق عاد باش تبدا تحمّر، 3 دقائق حتى ل5 دقائق، ما تقلقوش على الحلوى تاعكم نهائيًا، يعني تشوفوها يبست شوية نشفت بدات تحمّر باش نحيها ودرجة اللون كيما تبغوا نتوما، تبغوا مصفورة ولا حمورة مجمرين l'essentiel أنا نخليهم يتحمروا شوية، وراني موجدة ديجا العسل على جهة، العسل تاعكم هذا يكون شوية ثقيل ما يكونش خفيف بزاف، ونحطهم من المقلة ديريكت للعسل باش يتشربوا لهاديك العسل راح تسمعوا واحد الحس تبدا طشطش يعني الحبة نتاع الحلوى نتاعكم في العسل، يعني راهي تشربوا الحلوى نتاعكم راهي ناجحة. نخليهم في العسل يتشربوا لي قيس ما يتقلى لي الكمية اللي بقات لي في البلا، يعني نحط هادو اللي تقلاو لي قيس ما يتقلاو لي الآخرين مدة 5 دقائق والّا 8 دقائق، ونبدأ نحيهم ونخليهم يتقطروا. نكمّل كامل الكمية تاعي بنفس الطريقة، اللي نعسله واللي نقليه مباشرةً العسل من المقلة للعسل بهاد الطريقة حتى نكمّل، وهذه هي الحلوى نتاعي بعد ما وجدت صراحة تجي بزاف شابة، كيما شفتوا معايا ماشي واعرة وتوجد بالخف وتجي بزاف شابة ومعسلة للقلب بدون مكونات تعجيزية. نتمنى الوصفة النهار اليوم تنال إعجابكم، ما تنساوناش من الجيم وزر الاشتراك لأول مرة يزوروا قناتنا، والسلام عليكم.